نخلي لك كلمة الختام. إيناس شرميتي، أستاذة مبرزة في طب الاستعجالي بالياسمينات، ممكن أهم النقاط اللي نجموا نوجهوهم للسادة المشاهدين. تفضلي. احنا نمثلوا تو اقسام الاستعجالي، انا نقول اقسام الاستعجالي هي فيها حياه، فيها المواطن حركه برشا، فيها حركيه وفيها حركه وفيها معناتها بلاتو تورنون نتاع كل شيء. نشوفوا المواطن من المستويات الكل، نشوفوا نساء رجال صغار كبار مسنين، معناتها الحالات اللي تتصوروهم في بالكم الكل. فما المواطن من جهه، المواطن اللي هو جاي باش ياخذ خدمات بالطبيعه، يحب خدمات في مستوى معين، ان شاء الله نرتقيه بشويه بشويه للمستوى اللي هو المواطن يحب عليه. ولكن زاد عندنا الطواقم اللي مجنده كما انت قلت 24 على 24. لا سي سور سي لا فورمول اللي تمشي للطب الاستعجالي، 24/7 معناتها 24 sur 24 heures و 7 jours sur 7. وانا قلت لك كلمه الختام، نحب نحيي العباد اللي قارد اليوم نهار الجمعه، قارد غدوه، اللي معناتها اللي تخدم صباح وليل، خاطر ما نسكروش، معناش قسم استعجالي مسكر ولا مش موجود. دوك لهنا الطواقم الكلها نحييها، قاعدين نبذلوا في مجهود كبير باش نجربوا نعليوا في المستوى نتاع الخدمات هذيا. المواطن نطلبوا منه باش يتوجه الاستعجالي في الحالات الاستعجاليه اللي هي فما برشا ومضات تحسيسيه عليها، يساعدنا زاد شويه. كي تبدا حاله غير استعجاليه ولا ذات معناتها تنجم تستنى شويه، وهذا كل احنا اليد في اليد مع اللي موجود والجمعيات الخيريه الغير الحكوميه. معناتها راهو ساعات نشوفوا، وانا قلت لك هو قسم الحياه، قسم الاستعجالي هو قسم الحياه. دكتوره هنا هذلي، استاذه مبرزه في طب الاستعجالي بمستشفى شارنيكول بتونس، تفضل الكلمه ليك. دونك انا بدي نقول اللي السيرفيس ديورجونس تاع سيرفيس كي تري ديناميك، فيتال فريمون حياتي. نخدموا في ظروف صعيبه معناتها واحد ما ينكرش هذا، اما احنا تاكد معناتها نحب المواطن يتاكد اللي احنا كل الفريق الطبي وشبه الطبي راهو يبذل في مجهود باش يخدم، باش يقدم معناتها خدمات ذات جوله عاليه للمواطن. انا نعمل الحقيقه على وعي المواطن باش يتفهمنا، معناتها باش وقت الاكتظاظ معناتها ماذا بيا معناتها يتفهم الصعوبات اللي احنا نعيشوها، اللي ما يقولش معناتها كما قلت انت معناتها سيادتك المحاباه اكسيتيرا. لا راهو لي ما نجمش ننكر اللي فما بوتيتر معناتها فما بوتيتر معناتها خاطر ما نجمش نجزم اللي 100% لي معناتها، مي يتاكد اللي الطواقم الطبيه وشبه الطبيه راهي تعمل باش تسديلوا الخدمات معناتها دو كاليتي، une prise en charge de qualité. هذا on peut le garantir grâce à la formation معناتها فوالا كونتينيو اللي تعلمناها من عند اساتذتنا الكبار كما الدكتور سامي السويسي.